بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم. معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد، جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن زراعة وتسميد وإنتاج وحصاد البطيخ، أحد محاصيل العائلة القرعية، مثال البطيخ والقرع والكوسة والخيار والشهد والشمام والأناناس والكنتالوب وغيرها. يوجد طبعا بطيخ حلو للأكل وبطيخ مر للب التسالي. يبقى نوعين اتنين، بطيخ حلو وبطيخ مر. سليم، بطيخ حلو وبطيخ مر. لابد من أول شيء تحليل الأرض، تحليل المياه، تحليل النيماتودا. يزرع البطيخ في أرض جيدة التهوية خالية من الأمراض، أراضي جديدة ليس فيها أمراض أعفان جذور ولا نيماتودا. تفضل تكون أراضي مقلوبة. طبعا يزرع البطيخ بنحرة الأرض حرث جيد. بنعملها طبعا خنادق أو مصاطب عالية بعرض 1 متر. يتم الزراعة في جانب الخط. طبعا تترك الخدمة الزراعية أو تنزل الخدمة الزراعية ل 30 متر سماد بلدي خليط من الدواجن والفورميكولبوست والحيوانات، وبعد كده ننزلها في الخطوط، وبعد كده نردمها، وبعد كده نغمر الارض، وبعد كده ننزل الشبكه، وبعد كده نروي. 30 متر سماد بلدي للفدان زائد 300 كيلو سوبر فوسفات، 200 كيلو جبس زراعي زائد 50 كيلو كبريت زراعي او 100 كيلو كبريت زراعي. تغمر الارض لمده من 3 ل 4 يوم لتخمير السباغ جيدا او السباد او السبله. طبعا الزراعه بعد 4 ايام من الغمر. الزراعة طبعا على 30 ل 50 سم بين الجرة والأخرى. يزرع بذور أو شتلة من المشاتل. ميعاد الزراعة طبعا 1 و2 اللي هو يناير فبراير زراعة مكشوفة، و8 و9 لأغسطس سبتمبر، أحيانا مغطاة وأحيانا لا. طيب البطيخ طبعا من النباتات الحساسة للمياه، ما يحتاجش المياه كتير. لاحظ أنه في الصيف يزرع مكشوف وفي الشتاء مغطى، والعكس ممكن صحيح، ممكن ما يغطاش خالص. طبعا يحتاج الفدان طبعا لرية بعد من 5 ل 6 يوم. طبعا بيحتاج اول حاجه بنحط له جرعه اعفان جذور زي كسكلور النحاس او هيدروكسيد النحاس او كبريتات النحاس او برمنجانات البوتاسيوم او 3 كيلو كبريت ميكروني للفدان. الرية التانية طبعا الرية للبطيخ بنحط فيها طبعا ممكن يوريا او نترات او ملح. لاحظ عدم الري أثناء الجمع أو الحصاد حتى لا تتشقق الحبوب. يكون طبعا الطعم فيه حلو وطعم مر. طبعا ما يحبش الماء كتير حتى لا يكون الطعم مر ويكون ولا يكتمل لونه للون الأحمر. الحصاد طبعا من 90 ل 120 يوم بعد جفاف العنق للثمار أو البطيخ. التسميد طبعا أول رية بتبقى عفان الجذور زي ما قلناها. تاني رية ل 10 كيلو يوريا زائد كيلو فولفيك. تاني رية 10 كيلو نترات زائد كيلو يوميك. تالت رية 10 كيلو ملح زائد 10 كيلو مغنيسيوم، 10 كيلو بوتاس. بعد كده الرابعة 5 كده 10 كيلو بوتاس زائد 2 لتر حمض نيتريك. الرية اللي بعدها 10 كيلو ملح زائد 2 لتر حمض نيتريك. وطبعا الرية اللي بعدها بنضيف حديد زنك 2 كيلو حديد، 2 كيلو زنك، 2 كيلو منجزيز، نص كيلو كبريتات نحاس معاهم، ونضيفهم سمادة. لابد من وجود جرعة أعفان جذور، لابد من وجود جرعة أعفان نيماتودا أو علاج للنيماتودا. طبعا بنرش رشة حشري، بعدها رشة مغذي، بعدها رشة فطري، بعدها رشة نيماتودا. لا نركز برضو على رش الكالسيوم بالبرون أو رش الكبريت الميكروني، رش الزنك، رش العناصر، في رشة أحماض أمينية طبعا زي الطحالب، ورش البوتاس. نركز على رش البوتاس والبوتاسيوم تسميد، دي أفضل اشياء. يبقى اهم شيء نركز على البوتاس الرش والبوتاس التسميد، وافضل بوتاس تسميد افضل. طبعا ري منتظم، تسميد منتظم، يكون في الصباح الباكر او قبل غروب الشمس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.